السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم واحد الروتين ديال الغداء ديالي من الصباح، من فقت الصباح واشنو درت. شارك معكم. هنايا خديت واحد شويه القمح ديال شويه الطحين ديال النخاله، ودرت مع شويه واحد جوج ليف ديال الطحين الابيض، الدقيق الابيض. درت شويه الخميره، شويه الملحه. غندير نعجن، وغندير واحد الطيبيطات باش نفطر. باقي كاع ما فطرت، كنت كنشرب الدواء الصباح، ما كنفطر حتى لديك 11 ولا 10 ونص. صافي غادا نعجن العجينه هي الاولى، نبدا بالعجينه هي الاولى نقرصها. هذا من بعد نشارك معكم شي الاخر. صافي من بعد ما تعجنات ليا العجينه غادا نجبدها غادا نلول بالعجينه، وغندير واحد 3 البيضات باش نفطر. البيضات مع الزيت العود غنفطر بهم. صافي غادا نجبد العجينه نقرصها، من بعد نشارك معكم الغديوه ديالي شنو غندير للغدا. صافي انا غندير واحد 3 الخبيزات صغار، وواحد 3 البيضات. غادا نلول بالعجينه ونخليها ترتاح، وندوز نقرصها. ومن بعد نشارك معكم من بعد نشارك معكم واحد الطويجين ديال الحوت. خديت السردين غسلته. السردين غنديرو كوارو، غنوريكم واحد الطريقه باش كتستافد من السردين، طريقه زوينه. يعني ماشي ما كنحيدش فيه القشره، كنخليه بالقشره ديالو باش نستافدو منه. صافي دابا غنكور العجينه ونقرصها، ومن بعد نوريكم الطريقه اللي كندير. هنايا دزت طيبت البطوط، زربت عليه ما خليتوش يخمر بزاف باش نفطر دغيا. صافي غادا نطيب هاد الطيبيطات ديال البطوطه الثانيه، نطيبهم ندهر عليهم بزيت العود، وعمرت واحد البريد تاع عصير. غندوز نفطر، من بعد عاد غنطيب نشارك معكم الغدا. شويه زيت العود من الفوق. صافي غندوز نشرب كويس تاتاي، نشارك معكم الفطور. من بعد عاد نشارك معكم شنو غندير. ندير السر ديال حوت كواري في الطاجين. بالنسبه للحوت راني نقيت السردين، باقي ليا غير نصب ونقي الخضره. صافي هنايا غندوز نشرب كويس اتاي هنايا، وسميت واحد شويه الزيتون. هذاك الزيتون راه مصايبه في الدار، جا على مزويناتو، تبعوش منه. خساره ما صايبتش منه بزاف، درت منه عاد شي 2 كيلو متقاده ليا.
جا زوين ما فيه لا ملحه لا ما فيهش ملحه بزاف، جا ناقص وجا زوين متشبعوش منه. صافي هذا هو الفطور ديالي، غنفطر حيت ما كنشربش اتاي بكري. الطبيبه قالت لي مابقاش تشربي اتاي، وانا ما بغيتش نتفرق على اتاي على حساب فقر الدم. هنايا خديت الخضره نقيتها، قليت الدجاج غنقيوها، الحوت انا منقيه، باقي ليا الخضره غادا نقي الخضره هي الاولى، غادا نقطع البطاطا قطعت داك الجزر دوائر، وغنقطع البطاطا هي دوائر، غندير واحد جوج فلافل دوائر حتى هما، فلفله خضراء فلفله حمراء ونديرهم دوائر، ونقطع واحد المطيشه صافي، وغندوز نطحن الحوت. بالنسبه للحوت نقول لكم كنصحكم واحد النصيحه، انكم تحيدوش ليه قشره، حيت الا كان سميتو داك الحوت رقيق مزيان ماشي غليظ بزاف، ننصحكم ما تحيدوش ليه القشره، خليو القشره ديالو حتى دوك الشويكات كيكونوا رقاق ما تنقيوهمش. انا كنت كنقي داك الشوك كله، كنقيه ما نخليهش، ولكن سمعت واحد التصريح ان هذاك الشوك تيكون فيه الكالسيوم، داك العظيمات تيكون فيهم الكالسيوم، تيقول لك ما خص سميتو ما تنقيوش منه الشوك كامل، كنحيد ليه غير السنسور ونقي، نحيد لك هذيك الزعنافه اللي كتكون لتحت، وكنحيد لك الزعنافه اللي كتكون الوسط. بالنسبه نوريكم هذه كنحيد ليها الوسطانيه اللي هنايا، وكنحيد ليها الاخره هذه، وكنغسلو مزيان صافي، حتى ديك واخا كطحنيها كتبقى صافي، وكنطحنو كيكون رقيق ما كيكونش غليظ بزاف هذا صافي. كنطحنو بالقشره ديالو، كندير معاه الربيع، الثومه، العطريه كلها ديال الحوت، وكنطحنو ما كيبقاش كاع فيه حس. سميتو قالك، سمعت واحد سميتو قالك بان هذاك الشوك ديالو فيه الكالسيوم، داك العظام ديالهم فيهم الكالسيوم. المهم انا هاد النصيحه سمعتها وما عرفتش واش بصحيحه ولا ماشي صحيحه. المهم انا وليت كندير الحوت هكا، ما كنحيدش ليه القشره، كنطحنو مزيان، كندير فيه العطريه بزاف، ندير فيه الربيع بزاف والثومه صافي، ما كتبقاش فيه كاع حس. كتجي زوينه، كيجي بحال الكفته زوين، ما كتبقاش فيه كاع البنه ديال ديك القشره، ما فيهاش اصلا بنه لا والو. المهم كيجي زوين وصافي. صافي غنطحن الطحنه الاولى، ومن بعد ندير العطريه ونعاود نطحن الطحنه الثانيه. درت سكينجبير، درت خرقوم، بزار، هنايا درت واحد شويه الخرقوم، درت فلفله حمراء، بزار، شويه الكمون، هنايا صافي، وشويه زيت العود، وغنعصر واحد الحوايج نص حامضه مليحه، ندير شويه الفلفله حمراء، نفس العطريه غنديرها في الطاجين حتى هي، نفس العطريه درتها في الطاجين على الخضره، وحكيت واحد جوج الثومات، رويت تاع الثومه صافي. دابا ها هو طحن ليا الحوت، جا زوين، كيجي ما كتبقاش فيه كاع الشوك ولا في العظام حيت كتهد صافي. غادا نكورو نديرو كويرات، وغادا نديرو في الطاجين ونغطي عليه ونخليه حتى يطيب، ومن بعد نشارك معكم. غنديرو كويرات. سمحوا لي، هاد الصداع ديال الضجيج ديال الدراري الصغار راه ما شاء الله في هاد الزنقه اللي ساكنين فيها حنايا، فيها البز بزاف، الله يخلي لكل واحد وليداته، ولكن الصداع في كل وقت، الله يدير لنا الشتاويل وصافي. فين ما نبغي نشجل كنسمع الصداع. المهم هذا الطويجين ديالي ها هو صافي. غادا ندير دابا الحوت كويرات، غنكورو ندير عليه واحد الطريف تاع الحامض الربيع، شويه زيت البلديه، شويه زيت الروميه، درت زيت البلديه، غنزيد شويه زيت الرومي دابا صافي. غنخلي ناقص عليه البوطه، وغنبدا نكور هاد الحوت ديالو، غنديرو من الفوق صافي، وغنغطي عليه ونخليه حتى يطيب، من بعد نشارك معكم. هنايا درتو كويرات صغار، يمكن لكم ديروا معاه الروز، انا مبقاش عندي الروز، حتى الروز كيجي معاه زوين صافي. غنكورو ونديرو هنايا، ندير عليه واحد شويه الزيتون وشويه حامض من الفوق، ونغطي عليه ونخليه. هانتوما معايا. هنايا غندوز نطيب الخبيزات ديالي لما خمروا، في نفس الوقت راه الغدا كيطيب والخبيزات هما شاعلت على الفران. الخبز كملته هو طاب صافي. هنايا ها هو الطاجين ديالي، ها هو مبقى لي والو غيطيب صافي. واحد شويه نشف، واحد شويه غندير له واحد شويه الزيتون
صافي هو هذا الطاجين ديالي من بعد ما طاب ودرت فيه شويه الزيتون وشويه الفلفله. وهذه هي الصلاد اللي هاد الصلاد دابا نشاركها معكم شي نهار ان شاء الله. انا درتها في التيك توك، اللي بغى يدخل يتفرج فيها نشاركها معكم ان شاء الله في يوتيوب. صافي نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وبسلام عليكم والى اللقاء. ما تنسوش اخوتي اللايك وبارطاج. الله يجازيكم بخير فضلا وليس امرا، والسلام عليكم والى اللقاء.